الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله تبارك وتعالى، أخواتي في الله عز وجل، لا تزال وزارة التوفيق مستمرة في توقيف الأئمة والدعاة الصادقين والخطباء الذين يحملون هموم الأمة. ومن آخر من أوقف عن الخطابة أستاذنا فضيلة الأستاذ الفاضل الشيخ محمد بن ساسي، إمام مسجد الضحى التابع لمندوبية الأوقاف بعمالة أنفر. هذا الرجل الشيخ والأستاذ محمد بن ساسي كان أستاذ مادة التربية الإسلامية، وهو متقاعد، وكان يخطب الجمعة زهاء 38 سنة. تصوروا معايا 38 عام، 38 سنة يخطب خطبة الجمعة، ويأتي يوم 15 أكتوبر القرار بتوقيفه عن خطبة الجمعة. ما هو السبب الذي جعلهم يوقفون هذا الرجل الداعية المصلح الذي ولله الحمد كان منبره تشد إليه الرحال من جميع أنحاء مدينة الدار البيضاء؟ كان الناس يحجون إليه من مناطق عديدة من الدار البيضاء، والإخوان اللي هما كانوا خاصة في بداية التسعينات وأواخرها وبداية الألفينات هم سيعلمون هذا الأمر. كان محجا لأمم نظرا لتميزه، كان خطيبا مفوها موفقا، جزاه الله خيرا. هذا الرجل السي محمد بن ساسي 38 سنة ديال الخطابة، ويوقف عن الخطابة مع أن الرجل سيرته الطيبة ودعوته الإصلاحية وأخلاقه الحسنة، رجل علم وعمل دين كما يتمناه كل واحد لنفسه. ثم يأتي هذا التوقيف بسبب أنه لم يلتزم الخطبة الموحدة، لم يلتزمها، وهذا قرار رجل حر، يعلم القرار الذي اتخذه أنه لا يريد الخضوع للخطبة الموحدة. لأن احنا كنشوفوا الآن الانتقادات الواسعة للخطبة الموحدة، انتقادات واسعة. الناس كلهم اليوم ساخطون على الخطبة الموحدة، ولو قال لك الوزير بأنه الذكاء الاصطناعي أجرينا كذا ما كذا، بأن الذكاء الاصطناعي يسمي الخطبة الموحدة، ايش هذا الكذوب؟ هذا الكذب الصراح. الناس لا يحبذون ولا يريدون هذه الخطبة الموحدة، وهذه الخطبة الموحدة هي علمنة صريحة لمنبر الجمعة، علمنة صريحة، وتجعل الخطباء يشهدون بالزور. نعم، تجعل الخطباء يشهدون بالزور، لأنه أحيانا يأتون بآيات ليست في محلها وينزلونها على وقائع وعلى أشياء لا تمت لها بصلة. عندما نقول إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، وكنزلوها على المنتخب الوطني وما فعله واشهده هو موطن هذه الآية الكريمة، وقس على ذلك ما من خطبة جمعة يأتون أحيانا بآيات لا علاقة لها بالموضوع وينزلونها على موضوع بعيد كل البعد عن معنى الآية الكريمة. فأيها الخطباء كونوا على قلب رجل واحد. فالخطبة الموحدة تنفر الناس. حنا كنشوفوا الآن دابا الناس ولاو كيجيو متأخرين لصلاة الجمعة، تولي باغي غير يصلي ديك الركعتين ويذهب، لأن خطبة الجمعة كتلاح يوم الأربعاء، نهار الأربعاء كتلاح كيقراوها الناس خلاص. هذاك الطعم ديال خطبة الجمعة ما بقاش، هذاك الشوق إلى حضور خطبة الجمعة ما بقاش، هذاك الحماس الذي كان عند الناس والحماس الذي عند الخطباء ويجلسون ويهيئون الخطبة، تجده أسبوع كامل وهو يهيئ خطبة الجمعة،
لأنه يعني يريد أن يبلغ للناس دين الله تبارك وتعالى ويعالج قضايا وظواهر تحتاج الأمة إلى بيانها. أحيانا تكون الخطبة في واد والواقع في واد، فهذا يعني ينبغي مراجعته. اتق الله يا وزير الأوقاف، اتق الله تبارك وتعالى في الشعب المغربي. فنحن لا نريدها، لا نريد هذه الخطبة الموحدة بهذه الصيغة وبهذه الطريقة، لا نريدها. وهذا يعني لو جعلنا يعني إحصائية يعني آراء للمجتمع المغربي سيرفضها رفضا تاما. فأنا من هذا المنبر أدافع عن أستاذي السي محمد بن ساسي، الخطيب الجمعة، الرجل التقي الصالح النقي، من 1987 إلى يومنا هذا وهو على منبر الجمعة يوجه وينصح ويرشد ويعلم، واستقام على يده ولله الحمد. وكان له الفضل بعد الله تبارك وتعالى في إصلاح مجموعة من الآفات كانت منتشرة في مدينة الدار البيضاء. أقول ما سمعتم، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم.